بتسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز موقعها في مجال الطاقة المتجددة، معتمدة على استراتيجيات شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير مشاريع جديدة تستغل الموارد الطبيعية المتاحة زي الشمس والرياح لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وبناء على ذلك بتسير الدولة بخطى ثابتة من خلال رؤية مصر 2030 نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع تقديم حوافز جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة مستفيدة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية الغنية. على العموم للمزيد من النقاش يشاركنا الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة. برحب بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك يا دكتور سامح. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. لو اتكلمنا مع حضرتك عن الاستراتيجيات الرئيسية اللي بتعتمدها مصر في هذا المجال، مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وحضرتك البنية الأساسية اللي بدأت من 2014 ل 2020 في عمل محطة بنبان طاقة الشمسية، ومحطات اللي أنشئت طاقة الرياح اللي في خليج الزيت، بالإضافة إليها إلى محطة طاقة المية اللي في جبل العتاقة اللي إن شاء الله هتخلص في خلال السنة الجاية، ودي قدرتها 2.4 جيجا وات. دول عطوا دفعة لمصر على مستوى العالم إن إحنا عندنا البنية الأساسية والخبرات اللي توفرت داخل جمهورية مصر في إنتاج الطاقة المتجددة. ده أدى إلى أن دول أوروبا وقبل حرب روسيا وأوكرانيا بدأت تتجه إلى الطاقة المتجددة واستخداماتها في إنشاء الطاقات الأخرى زي الهيدروجين. فبالتالي في 2020 تم حوالي 22 مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة الناتجة من الهيدروجين الأخضر، يعني إنتاج هيدروجين أخضر. وده بعد ما عملوا دراسة كاملة على شمال أفريقيا مين أكتر دولة لها الإمكانية في إنتاج الهيدروجين الأخضر. ده دعمنا في كوب 27 إن احنا يبقى عندنا مذكرات تفاهم لإنتاج طاقة متجددة وإنشاء مصانع هيدروجين أخضر. ففي كوب 27 تم عمل مذكرات لتنفيذ 15 جيجا طاقة رياح وحوالي 2.5 طاقة شمسية. الإنتاجية من كوب 27 لحد النهارده اللي هو تم في 22 لحد النهارده خلى المنظور بتاع جمهورية مصر لإنتاج الطاقة المتجددة بدل ما يبقى 42% طاقة داخلة في الشبكة الكاملة من الطاقة المتجددة، وإنتاجية الطاقة المتجددة اللي تمت في كوب 27 إن احنا نوصل ل 42% على الأقل في 2030. إذن احنا كسبنا لقدام ما يقرب من 5 سنوات. ده بالنسبة للطاقة المتجددة. طبعا إنشائية الطاقة المتجددة في الفترة اللي جاية احنا محتاجين أضعاف اللي موجود، لأن احنا داخلين على اتجاه إنتاج الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأخضر بيعتمد على عنصرين رئيسيين. العنصر الأساسي الطاقة المتجددة، العنصر الثاني المياه المحلاة. المياه المحلاة بالنسبة لنا ليست مشكلة، لأن احنا عندنا ساحل بحر أبيض، البحر الأحمر بالكامل وساحل البحر الأبيض ده كله مياه نقدر نعمل منه تحلية مياه. ولكن المشكلة في الحصول على الطاقة المتجددة بكميات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر علشان نواكب الدول العمر. وبالذات وكالة الطاقة الدولية أقرت في 2020 بأن مصر محور أساسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة لا تقل عن 8% من الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. ونعرف أن مصنع الهيدروجين الأخضر الواحد بيشغل جنبيه 5 مصانع أمونيا خضراء، والعالم كله بيعتمد على الأمونيا، والأمونيا الخضراء أفضل بكتير من الأمونيا الطاقة الشمسية يا فندم، وإحنا الحقيقة متميزين بيها، إزاي برضو بتساعد في إنتاج الطاقة في مصر وتحسين إنتاج الطاقة في مصر؟ هو اتجاه الدولة بأنها اتعملت محطة بنبان دي أثبتت إن الإنتاجية في الطاقة الشمسية إنتاجية عالية جدا. نعم طبعا ومناخ مصر بالكامل، واحنا عندنا بنبان طبعا في أسوان برضو مناخ ممتاز. وبعد جدا. كده تم عمل أكتر من محطة دلوقتي بهذا الكلام. نعم. إنتاجيتها دخلت على الشبكة قلنا بحوالي 6 ميجا 597 ميجا. ده إنتاج الطاقة المتجددة داخل جمهورية مصر العربية. ال7 مشاريع اللي تعاقد معهم وحضرهم رئيس الوزراء من خلال شهر تقريبا، دول بيقولوا إن أول محطة بالنسبة لما هتتعمل في كومومبو جنب محطة بنبان هتتعمل 1 جيجا تبقى مضافة جنب بنبان.
وهيضاف عليها تخزين طاقة تخزينية ب 600 ميجا. يبقى إذا المحطة دي بتطلع طاقة شمسية مستقرة على طول. نعم. وبيضيف 300 ميجا في برضه في كومومبو هناك في نفس المنطقة. ده أول مشروعين. التاني مشروعين كان بيزداد 150 ميجا طاقة رياح في خليج الزيت، والدولة تعاقدت على شراء الطاقة المنتجة من هذه المحطات. وبعد كده عطت السماحية لشركتين ينتجوا طاقة شمسية وطاقة رياح علشان ينتجوا الهيدروجين الأخضر بكمية 15,000 طن هيدروجين أخضر. وده اللي تم التعاقد عليه من شهرين، لأن احنا هنطلع هيدروجين أخضر وهيتحول إلى أمونيا خضراء، هيبتدي تصديرهم إلى أوروبا. وده تم التعاقد عليه ب 397 مليون دولار يورو. وهيتم التصدير من 2027 ل 2033. الأخيرة إن هي محطة طاقة في نجع حمادي برضو ب1000 ميجا طاقة شمسية، ومعها محطات تخزين أو طاقة تخزينية 600 ميجا. الكلام ده بيؤدي إلى أن الصيف اللي جاي، الكلام ده هيتحط في الصيف الجاي، يعني هيضاف على الشبكة. يعني هيضاف على الشبكة السنة الجاية في الصيف. ده هيؤدي أن احنا بنوفر كمية الغاز ونبعد عن المشاكل اللي حصلت معانا السنة دي في عدم توفير الغاز، لأن تقريبا هيتضاف عليها، هتترفع من 697 ميجا ل 695 ميجا إلى 8097 ميجا. الفرق حوالي 1500 ميجا. ده بنسبة 22% تضاف على الشبكة. فلما تضاف على الشبكة 22% من الطاقة المتجددة، ده هيوفر كتير من المشاكل اللي حصلت من عدم توفر الغاز في الصيف ده. ده هيبقى في الصيف الجاي ان شاء الله. طاقة الرياح يا فندم ودورها كمان في تحقيق اهداف الدولة في هي طاقة الرياح. طاقة الرياح بالنسبة للنوعية المستخدمة في مصر هي محصورة ما بين خليج الزيت وراس غارب، لان هي دي الامكانية المتوفرة لسرعة الرياح. وكمان جت حوافز من رئيس الوزراء ان اعطالهم السماحية ان هم يرفعوا التوربينة اللي كانت بتوصل لحد من 180 ل 200 متر، اعطاهم السماحيه انها توصل لحد 220 متر ارتفاع. ده بيؤدي الى انتاجيه طاقه عاليه جدا بالنسبه بتكفي قد ايه مثلا هذه الطاقه العاليه؟ وحضرتك المنطقه اللي هناك هتطلع ب 500 ميجا. 500 ميجا من طاقه الرياح دي كميه كبيره جدا من طاقه الرياح داخل جمهوريه مصر العربيه. تختلف عن الطاقه الشمسيه. بس طاقه الرياح لها ممكن تستمر ال 24 ساعه طالما سرعه الرياح متوفره. انما الشمس بتعتمد على الفتره اللي بيتواجد فيها الشمس اللي هي 6 7 وبتخزن بقى الطاقه. لا تخزن. يبقى عشان كده تم عمليه التخزين في نجع حمادي وكومومبو ب 600 ميجا و300 ميجا، وفي نجع حمادي هيبقى برضه 600 ميجا. ده التخزين بيؤدي ان احنا نسحب كهرباء او طاقه من محطات الشمسيه او حتى على محطات الرياح بمعدل ثابت. ليه؟ لان الشمس احيانا بيبقى موجوده كويس وبعد كده بيحصل غمام فكميه الطاقه بتقل. انما لما يكون في بطاريات تخزين مع انتاج الطاقه، يبقى الطاقه اللي طالعه مستقره، تاخد اللي ناقص من البطاريات والزياده تحطه على البطاريات. طيب ممتاز. الحكومه المصريه الجديده ودورها في ان هي تجذب استثمارات اجنبيه لهذا القطاع. كل الشركات ال7 مشاريع اللي احنا اتكلمنا عنهم دول كلهم قطاع خاص، ما هماش قطاع عام، يعني مش تبع الدولة. ولكن الدولة متعاقدة معهم، يعني متعاقدة انها تشتري الكهرباء من طاقة الرياح اللي موجودة في خليج الزيت، وبقية الشبكات كلها وبقية الشركات كل الطاقة بتاعتها هتنزل على الشبكة، بدليل ان احنا قلنا انها هتقلل من كمية الغاز المستخدم في الصيف اللي جاي. معناها ان الانتاج بتاع الشركات دي هيصب في قلب الشبكة. ادي حاجة. الحاجة التانية، عطى حوافز للشركات اللي هتشتغل بقى سواء شركات مصريه او شركات اجنبيه، بان هو قلل الضرائب اللي موجوده على المعدات بتاعه محطات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح اللي جايه من بره، القيمه المضافه قال لها، وقلل كمان الجمارك على معدات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. فبالتالي خلى المستثمر قدامه، ده بالنسبه لطاقه الرياح والطاقه الشمسيه، اصبح للمستثمر اللي قدامه انه في سماحيات ان هو يشتري الحاجات دي. اما بالنسبه للهيدروجين فهو عطاله من سنه عطاله امتيازات كتير جدا. منها قال له انه لما بيديله العائد المادي بتاعه السنوي
بيرجع له حوافز من 33 ل 55% كحافز لاصحاب الشركات. جميع المعدات والمستلزمات والسيارات والامكانيات اللي مطلوبه لمصانع انتاج الهيدروجين الاخضر معافاه من الضرائب، ما عدا السيارات الملاكي، معافاه من الضرائب. اللي بيروح يعمل رخصه في قلب الشهر العقاري الدوله بتدفع حقها، بيديله استثمار في المكان لمده 49 سنه، وكمان عامل له مينا في قلب العين السخنه، عامل له رصيف خاص لتصدير الهيدروجين الاخضر، ومفيش جمارك على تصدير الهيدروجين، وعامل له مكان لتخزين الهيدروجين الاخضر في قلب المينا. فاذا كل دي حوافز موجود عنده. كمان المنطقه في محور قناه السويس معمول منطقه خاصه للهيدروجين الاخضر، لإنتاج الهيدروجين الأخضر فقط والأمونيا الخضر. فإذا مش هيروحوا في أماكن تانية، موفر لهم الطاقة المتجددة، موفر لهم المياه المحلاة. فإذا كل العناصر الرئيسية اللي موجودة أو البنية الأساسية لمصانع الهيدروجين الأخضر متوفرة، ورابط المنطقة الصناعية بتاعت الهيدروجين الأخضر بالمينا، بالحاجات اللي جوه المينا، بطريق بري خاص بالهيدروجين الأخضر، مش لأي حد تاني ولا طريق عام. التحديات اللي بتواجه مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي أكيد في تحديات كبيرة جدا، وبالذات دول شمال أفريقيا وبخاصة المغرب بتجري جري سريع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لأن دول أوروبا كلها دلوقتي عينها يا إما على مصر في إنتاج الهيدروجين يا إما على المغرب في منافسات، يعني منافسة فظيعة. المغرب تحولت من الطاقة الشمسية الفوتوفولتيك اللي بتعتمد على الشمس في النهار إلى طاقة شمسية حرارية، فأصبح الطاقة المتجددة اللي منتجة عندها من الشمس، من الطاقة الشمسية الحرارية، أكبر بكتير لأنها بتستمر 24 ساعة عندهم. فهو ده اتجاه، فاحنا لازم نتجه الى هذا الاتجاه. ثانيا احنا عندنا المساحه عندنا كبيره جدا، ولو اخذنا 5% من مساحه جمهوريه مصر العربيه هننتج 50 جيجا وات ساعه، نقدر نغطي جمهوريه مصر العربيه من جميع احتياجاتها في الكهرباء، ويفيد عندنا حوالي 14 جيجا يا نصدرهم يا اما نستخدمهم في المشاريع دي. الحاجه الاهم دلوقتي لو بصينا على اوروبا، احنا عندنا 3 كابلات بحرية لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا. من يومين تم التعاقد في أوروبا بين قبرص واليونان على إنشاء أكبر كابل بحري لربط الشبكة الأوروبية بتاعت الكهرباء كلها بينها وبين بعض بما فيها قبرص. تمام؟ إحنا عندنا خط بيننا وبين قبرص، الخط ده إن ما تمش بسرعة وتم تغذيته لقبرص هيبقى فيها منافسة من اتجاهات تانية. فإذا الخط ده ممكن بيبقى بدل ما يبقى خط 3 جيجا طالع لقبرص وللشبكة الخاصة بأوروبا كلها الشبكة الموحدة، ممكن يبقى خط واثنين وثلاثة، لأن ده الخط الوحيد اللي طالع على قبرص، بخلاف الخط اللي طالع على إيطاليا المنطقة الصناعية، والخط الثالث اللي طالع على إيطاليا ثم قلب أوروبا، كل واحد فيهم 3 جيجا. فلازم الاتجاه بتاعنا عشان نبقى منافسين فعلا، وأوروبا تعتمد على الطاقة المتجددة اللي جاية من جمهورية مصر العربية، لازم بدل ما يبقى خط أو كابل بحري يبقى أكتر من كابل بحري، وإحنا عندنا إمكانية إنتاج الطاقة المتجددة. فلازم الخطين دول الاتجاهين دول يشتغلوا مع بعض. ده كمان بالإضافة إلى الإسراع في الطاقة المتجددة لإنشاء الهيدروجين الأخضر، لأن الدول الأوروبية أو العالم كله بيتجه في 2040 يكون عنده 400 مليون طن هيدروجين أخضر. في سنة 2050 لازم يبقى عنده 700 مليون طن هيدروجين أخضر. فلازم إحنا ناخد السبق في إنتاج هذا الكلام، لأن كل المقومات للإنتاج موجودة عندنا. تمام. إحنا عندنا يعني القانون الاستثمار الجديد ده بيأثر إزاي على هذه مشروعات الطاقة المتجددة؟ قانون الاستثمار الجديد أعطى السماحية لكل الشركات القطاع الخاص محلي وخارجي إنها تشترك. المستلزمات الرئيسية للمشاريع الطاقة المتجددة، سواء بقى من التصدير أو الإنتاج المحلي أو الخامات بتاعتها الإنتاج المحلي، اتشال من عليها أو تقلل منها الضريبة، القيمة المضافة للضريبة، والجمارك تقريبا نزلت ل 5%. فإذا في حوافز للإنتاج، سواء الحاجة دي بتتعمل داخل مصر أو بنستوردها من مصر. فإذا كل ده دافع قوي للمستثمر بقى محلي أو خارجي لازم يجي يشتغل.
يمكن كمان احنا شفنا الحكومة والدولة المصرية على مدار السنوات اللي فاتت أطلقت مبادرات بتدعم طبعا التحول نحو الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة في المجتمعات المحلية. شفت هذه المبادرات ازاي وأهميتها طبعا من تشجير، من بناء فوق المسطحات؟ هو حضرتك هنا الاتجاه في اتجاهين، اتجاه ان انا امشي على الطاقة الخضراء، وما هو العنصر الرئيسي اللي يخلي الدولة تبقى ماشية على نمط الطاقة الخضراء. الطاقة الخضراء ان انا يبقى كل المنتجات بتاعتي نسبة ثاني اكسيد الكربون بتاعتها الى حد ما شبه معدمة، سواء بقى بستخدم سيارات، بستخدمها في الزراعة، بستخدمها في الصناعة، في الطاقة الكهربائية، يبقى لازم انتاج نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي طالع نسبة شبه معدمة. ده الاتجاه الرئيسي. طيب يبقى عشان محور الاقتصاد يمشي في هذا الاتجاه يبقى لازم استخدم كل العناصر التي لا تضر البيئة، وكل العناصر التي لا تضر البيئة هي العناصر التي تعتمد على يا إما طاقة متجددة يا إما ما هو ناتج من الطاقة المتجددة زي الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. يعني حضرتك لو نلاحظ بعد حرب روسيا وأوكرانيا أوروبا اتبهدلت في الغاز الطبيعي، مش علشان التدفئة ولا عشان المصانع، علشان إنتاج الأمونيا الزرقاء اللي كانت بتستخدمها في الزراعة. ودلوقتي لو بصينا هنلاقي إن أوروبا بتستورد السماد اللي هو الأمونيا الزرقاء، وبالأخص من روسيا. زادت نسبة الاستيراد من روسيا كل دول أوروبا بحوالي 37%. احنا ما بنطلعش هيدروجين، احنا ما بنطلعش امونيا زرقاء، احنا بنطلع امونيا خضراء، وديت افضل بكتير في انتاج الامونيا الخضراء وفي الاستخدام. فبالتالي لو احنا اسرعنا في انتاج هذه الامونيا وبكميات كبيره هيبقى كل الانتاج بتاعنا طالع لاوروبا وبالاسعار اللي احنا عايزينها، بدليل ان احنا عملنا الاتفاقيه بتصدير الامونيا الخضراء لاوروبا ب 397 مليون يورو من حوالي شهرين. القطاع الخاص ودوره هنا كمان في الاستثمار في هذه المشروعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ويمكن الدولة الفترة الأخيرة كان يعني بتدعو القطاع الخاص وبتحاول ان هو يعني تذلل كافة العقبات علشان يدخل بقى في المشروعات الهامة. القطاع الخاص حضرتك من أول ما بدأت الطاقة المتجددة في مصر ظهر فيها القطاع الخاص، بدليل محطات بنبان كلها قطاع خاص. صحيح. كل المحطات اللي موجودة حاليا في خليج الزيت لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح قطاع خاص. الحوافز اللي اتعملت في الآخر دي كلها اتجه إليها القطاع الخاص. الشركات الكبيرة اللي هي داخلة في إنتاج الهيدروجين الأخضر قطاع خاص ولكن مش مصرية، ولكن كل مشاركة مع بعض الشركات المصرية. فإذا كل شركات القطاع الخاص سواء مصرية أو خارج مصر كلها مشاركة في إنتاج جميع أنواع الطاقة المتجددة وفي جميع أنواع. إيه المشاريع البارزة اللي موجودة في مصر من القطاع الخاص؟ لا بشكل عام المشاريع اللي هي المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة البارزة بشكل يعني ممكن كده نلقي الضوء عليها. واحد بنبان، كل المحطات اللي موجودة في خليج الزيت وراس غارب، المحطة الجديدة اللي في كومومبو، اللي في نجع حمادي، كل دولت محطات على مستوى كبير طاقة متجددة. نيجي نبص على الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، المحطات اللي موجودة في العين السخنة واللي بدأ إنتاج منها حوالي 15,000 طن سنويا. ال 15,000 طن سنويا دول من الهيدروجين الأخضر عشان أحولهم أمونيا خضراء بيوصلوا حوالي 75,000 طن أمونيا خضراء. يعني مصنع الهيدروجين الواحد قدامه بيشغل 5 مصانع أمونيا خضراء. فده كل ده قطاع خاص. ودي كلها مشاريع بارزة ومشاريع موجودة على السطح، من المشاريع الكبيرة مش الصغيرة. يعني محطة بنبان بتطلع 1465 ميجا، ده كلها قطاع خاص. اللي جنبها البنبان الجديدة برضو 1000 ميجا يعني 1 جيجا ومعها 600 تخزين قطاع خاص. كومومبو 500 ومعها 300 تخزين قطاع خاص. ال 150 ميجا الجديدة اللي موجودة في خليج الزيت الرياح قطاع خاص. الموجودين بتاع الشركة الأخيرة اللي موجودة في نجع حمادي 1000 ميجا ومعها 600 تخزين قطاع خاص. كل دي قطاعات خاصة وشغالة على مستوى الدولة. التعاون الدولي هنا يا فندم، أيوة. ودور التعاون الدولي في دعم هذه المشروعات مع مصر. الدكتورة رانيا المشاط من شهر ونص قامت مع البنك الآسيوي، البنك الدولي اللي هو الآسيوي الاستثماري،
وبناء على مذكرات التفاهم اللي تمت في 2022 داخل كوب 27 عملت دعم وجابت دعم كبير لمحطات الطاقة المتجددة داخل جمهورية مصر العربية، وهي قامت بدور كبير جدا وجابت كم فند بالنسبة لهذه المشاريع. وبعدها تم اجتماع مع وزير الكهرباء والدكتور ريم مشاط ورئيس الوزراء في خصوص هذا الموضوع، وتم توزيع الفند على مشاريع القطاع الخاص والدولة لإنتاج الطاقة المتجددة. ادي الدعم اللي جاي من بره. ثانيا البنك الدولي لما لو نفتكر من 3 سنين لما طلع وزير الكهرباء وقال احنا بنشكر البنك الدولي في ان هو دعمنا في انتاج الطاقه المتجدده، هو كان دعمنا في انتاج الطاقه المتجدده في محطه بنبان، لان كان النسبه الكبيره من الدعم المادي في محطه بنبان كان من البنك الدولي. فاذا الدعم الخارجي لمشاريع الطاقه المتجدده ومشاريع الاستدامه دي منتشره على مستوى سواء بقى على مصر او على العالم الخارجي، بس هو الشاطر اللي يعرف يجتذب هذه المشاريع، وده تم فعلا وتم كمان في كوب 27 بالمذكرات واللي نفذتها الدكتوره رانيا مشاط. طب ممكن حد دلوقتي يسأل ازاي احنا بنقيم العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشاريع؟ العوائد الاقتصادية هي تبان، هو حضرتك في عوائد تبان على الدولة في المشاريع الكبيرة بنسبة توفير الغاز ليها، وديت بتبقى ظاهرة في إمكانيات استهلاكي للغاز أو الوقود الأحفوري ده كدولة. لو احنا عايزينها بقى تحس بيها المواطن ويقول ان فعلا في طاقه متجدده وان احنا عندنا مشاريع من الطاقه المتجدده ويحس بيها كل مواطن، فهي دي لازم تتم ما بين علاقه ما بين الدوله والبنوك اللي موجوده والمواطن، ونعمل زي ما عملت اوروبا في في ازمه بعد ازمه اوكرانيا وروسيا. بدات تحط محطات طاقه شمسيه بالامر فوق البيوت وفوق الفلل في انجلترا وفي المانيا، وهي اللي بتدفع الفلوس. هنا بقى مش الدولة اللي هتدفع الفلوس، البنك اللي هيدفع الفلوس، والبنك يتعامل مع صاحب مع المحطة أو صاحب البيت اللي عليه المحطة الطاقة الشمسية، وطبعا كل المحطات دي مرتبطة مع الشبكة. تمام؟ فبالتالي صاحب اللي عنده المحطة في البيت بدل بيستهلك الكهرباء منها، بدل ما بيدفع الفلوس في فاتورة الكهرباء بيروح يدفعها في البنك. بعد 7-8 سنين محطة الكهرباء بيكون هو سدد الأقساط بتاعتها، فالكهرباء اللي جايه له بتكون جايه له من الطاقة الشمسية، فهو هنا بيحس ان عنده طاقة متجددة ما بيدفعش فيها فلوس، فكل الطاقة اللي جاية بعد كده ايه؟ ببلاش. ادي حاجه. الحاجه الثانيه لو ما استخدمهاش وكان هو مش موجود في البيت وبره البيت، فالدوله بتستغل هذه الطاقه، فبيبقى اخر الشهر له عائد مادي من الدوله نتيجه استغلال الدوله للطاقه المتجدده. طب الدوله استفادت ايه؟ استفادت ان كل المحطات اللي فوق البيوت وفرت للدوله الغاز، وده بيحس بيها المواطن غير المشاريع الكبيره اللي بتحس بيها الدوله. التوجهات العالميه بشكل عام ازاي بتاثر على استراتيجيه مصر في توجهها نحو الطاقه الجديده؟ السؤال ده استراتيجي وخطير، لان حضرتك اوروبا اتجهت بدات تحط 3 عناصر رئيسيه تشتغل عليهم. مشكله روسيا واوكرانيا دي ظهرت كتير للحاجات دي، لان حضرتك اوروبا دلوقتي عملت ايه؟ قالت احنا عندنا 3 عناصر رئيسيين. العنصر الاول ان داخل اوروبا بنقلل استخدامنا للوقود الاحفوري، بان احنا بنحط زي ما قلنا بنحط المحطات الطاقه الشمسيه، وبنقلل استخدام الغاز، وبندخل الهيدروجين الاخضر مع الغاز علشان بيرفع نسبه التدفئه. ادي 1. 2 ان انا لما استورد طاقه متجدده من بره لازم تكون مستورد طاقه لازم تكون طاقه متجدده. ليه؟ لان الطاقه المتجدده سعرها الى حد ثابت، لان لا الهواء هيغلى ولا الشمس هتغلى، فبالتالي بيبقى فيه استابيليتي او استدامه في سعر الطاقه اللي بيتروح لها. دي حاجه، لان لو اعتمدنا على الغاز هيطلع وينزل. اي حاجه. الحاجه الثانيه هي بتكون بتحافظ على البيئه من المصدر اللي بتاخد منه الطاقه وتضمن الاستدامه. الحاجه الثالثه ان هي بتشارك ولا تشتري في كل محطات او اللي بتنتج الهيدروجين الاخضر، وبالذات في شمال افريقيا وفي استراليا. ليه؟ لان هي لما تشارك في المصنع وبتدعم المصنع يبقى هي شريك، لا حصل اي مشكله جيوسياسيه او سياسيه او حروب او اي حاجه فهي شريك في المصنع. البلد اللي فيها منتج الهيدروجين الاخضر ما يقدرش يمنعه عن الدول الاوروبيه، فهي شغاله على هذا المنطق وبكثافه. ولكن نعم. مصر الدوله الوحيده اللي لها 3 كوابل بحريه طالعه لاوروبا بالطاقه المتجدده، طاقه كهربائيه.
الخطط المستقبليه لمصر الفتره اللي جايه علشان تزيد من نسبه هذه المشروعات ايه؟ هي بتوسع في استلام الاراضي لانتاج المشاريع الطاقه المتجدده، ادي واحد. بتدي الحوافز، بتزود في الحوافز لانتاج الهيدروجين الاخضر، بتزود في الحوافز لانشاء مصانع الامونيا الخضراء في منطقه العين السخنه. فطبعا ده لما بتوسع في الكلام ده وبتوزع الاراضي، فعلا تم تسليم اراضي كتير جدا لانشاء محطات طاقه شمسيه ومحطات طاقه رياح. ازاي بقى بيتم تدريب الكوادر المصريه على هذه المشروعات؟ الكوادر المصريه من 2014 ل 2020 يعني اكتسبوا الخبره الكبيره جدا للشغل في محطات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. فبالتالي احنا عندنا دلوقتي المهندسين الخبراء واللي عندهم الفكر الجيد جدا لهذا الكلام. فاي مهندس بيتخرج من كليه هندسه وبيدخل في هذا القطاع وبيشتغل في المنطقه اللي هناك، بيلاقي الايدي الامينه اللي بتدربه تدريب سليم وبنفس لغته، ومفيش اي مشكله ان احنا بقى بنجيب عناصر خارجيه تدرب او بنستنى دورات تدريبيه او بياخدوا على موقع العمل. ده بخلاف طبعا التوجيهات الرئيسيه اللي بياخدها لو كان في قطاع في كليه الهندسه وفي قطاع الطاقه المتجدده، بياخد التوجيهات الرئيسيه. المشاريع اللي معظم المشاريع اللي بتشتغل او بتستخدم في كليات الهندسه بتعتمد على الطاقه الجديده والمتجدده في كل المشاريع، سواء مشروع صغير او مشروع كبير. الطاقه المتجدده بدات تنتشر في الزراعه وبكثره، ولها ايجابيات كبيره. وطبعا وفي المصانع دلوقتي المصانع بتعتمد على الطاقه المتجدده في انتاج الطاقه الكهربائيه بالنسبه لها، وطبعا في انتاج الطاقه الكهربائيه. فبالتالي المهندس اللي بيخرج من كليات الهندسه وله الميول في هذا الاتجاه مش هيلاقي صعوبه ابدا اذا كان خد البيز او الاساسيات في كليه الهندسه او ما خدوش في كليه الهندسه، ولو الرغبه في كده هيلاقي الخبرات المتوفره في كل مكان. احنا عندنا على مستوى جمهوريه مصر العربيه عندنا اكثر من 200 شركه خاصه قطاع خاص شغاله في انتاج وازاي مصر تستفيد من التجارب الدوليه الناجحه بقى في هذه المشروعات؟ التجارب الدوليه، احنا من التجارب الدوليه. أصبحت تجربة رائدة؟ مصر من التجارب الدولية. أصبحت تجربة رائدة ناجحة. احنا عندنا أكبر محطات طاقة رياح في خليج الزيت والعين السخنة، في خليج الزيت وراس غارب. عندنا أكبر محطات موجودة في بنبان. عندنا أكبر محطة الأولى في الشرق الأوسط والخامسة على مستوى العالم اللي هي موجودة في جبل عتاقة، اللي هي زي السد العالي، بتطلع لها المية بالطاقة الشمسية فوق الجبل وبتنزل على 8 ممرات. كل ممر اخره توربينه انتاج كهرباء 300 ميجا، الاجمالي 2.4 جيجا هيبقوا انتاج كهرباء من الميه زي السد العالي. تمام. ده اول محطه بتتعمل على مستوى الشرق الاوسط والخمسه عالميا. الاجراءات المتبعه لاستدامه هذه المشروعات يا فندم؟ الاستدامه تعتمد على ايه العناصر الرئيسيه اللي بستخدمها في المشروع. ايه العناصر اللي بستخدمها في الطاقه الشمسيه؟ هي الشمس دي مستدامه. ايه العناصر الرئيسيه اللي انا بستخدمها في طاقه الرياح؟ الهواء، الرياح، فدول مستدامين. فبالتالي الاستدامه بالنسبه للطاقه المتجدده مستدامه. نبص على الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر العناصر الرئيسيه ايه؟ طاقه متجدده مستدامه، لان احنا العنصرين الرئيسيين مستدامين. تمام. واقل نسبه ثاني اكسيد الكربون بتطلع. وبعدين لما بدخل وعندي الميه موجوده 3200 كيلو متر لساحل البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، وبعمل لها تحليه، يبقى اذا العنصرين الرئيسيين موجودين، يبقى انا بطلع هيدروجين اخضر. لما بطلع هيدروجين اخضر واعمله امونيا خضراء، الامونيا الخضراء دي بتستخدم في كل شيء نتخيله. ده حضرتك الهيدروجين لما انا بستخدمه في انتاج الحديد، بستخدمه كطاقة إنتاجية للحديد، باخد حديد فولاذي يختلف عن الحديد الفولاذي اللي موجود حاليا. نعم. ودي بدأت بيه الجزائر. فإذا ده بالنسبة للطاقة المستدامة. أي طاقة تانية أنا بستخدمها كان زي من الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري غير مستدام وغير مستقر. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، على كل هذه المعلومات القيمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. كنت معكم أنا خلود زهران، ودائما الشكر أيضا موصول من فريق العمل. إلى اللقاء.